السلام عليكم بنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال. المهم اليوم غندير لكم فيديو من قلب المستشفى. المهم البنات اللي كيسولوني فين غبرت على اليوتيوب، فين غبرت حامله، الله يكمل عليا بالخير ويكمل عليا اي وحده بالخير يا ربي. المهم هادشي اللي غبرني. ثاني حاجه البنات اللي كيقولوا لي كي جاتك الحماله واش سهله مع تو بيبيز؟ سهله الحمد لله. باش تكون ام راه خصك تضحي، يعني داكشي اللي كنتي كديري قبل راه ما كتبقايش ديريه، كتولي تفيقي بكري كثر. كما شفتوا الابوينتمنت ديالي اليوم راه مع 7 دايره باش نرجع للدار نلقى بنياتي ناعسين ونفطرهم، يعني a lot of sacrifice، ولكن الحمد لله. ايوا البنات اش غنقول لكم، الحمد لله على كل حال. اهم حاجه الصحيحه ويكمل عليا الله وعلى اي وحده حامله، والله يرزق كل وحده كتمنى يا ربي، يرزقها المولود اللي في خاطرها يا ربي. وكما قلت لكم حتى شي حاجه ما سهله وحتى شي حاجه ما صعيبه. انت اللي كتختار داكشي واش صعيب ولا سهل. هو صراحه يعني كيولي عندك 2 شهور خصك تقابلي 2 لي بيبي، انت حامله عندك لي زابوينتمنت، اكيد ماشي سهله، ولكن بجهد الله كلشي ربي كيكمل فيه الحمد لله. الله يعطينا القوه يا ربي. وكنقول مادام ان ربي عطاني هاد الحماله لان كانت انسبكتد بريغنانسي ما كنتش معوله عليها، فالا وعرفني قد على المسؤوليه، والله يقدرني يا ربي ندير المستحيل باش نكبر وليداتي ونتهلا فيهم يا ربي كما تهلاو فينا والدينا يا ربي. ايوا البنات هادشي اللي خلاني مبقيتش كنصور. زيد عليها كنت مشيت في الصيف للمغرب، والسفر صراحه مع الحماله وجوج وليدات صغار اتس نوت ايزي، كنمشي لكم كان داز عندي صعيب السفر. طبعا دو فوا كنت كنمشي للامرجنسي في المغرب كان كيديني بابا مسكين فاش كنت في دارنا مع 2 د الليل، لان فريمون الحماله والسفر والطريق، وانا كنت كندير بلاصه بزاف في المغرب، كل مره في بلاصه كيفي كان داز عليا كنت مرضت. والله العظيم اغلب الوقت دزت في دارنا. حتى العائله ديالي يعني ماشي كلشي مشيت زرتو، ماشي كلشي، لان الحماله وجوج بنات صغار وش غنقول لكم لا اله الا الله. ولكن اهم حاجه مشينا شفنا الوالدين وشفنا الحباب وشفنا المهم بدلنا الجو. ولكن صراحه بالنسبه للمراه حامله تسافر ما ننصح بها حتى شي وحده، الانسان يجلس هنا تيولد وديك الساعه يهبط باش كل حاجه كتعيشيها بالحلاوه ديالها. كنت زعما بروغرامي غنزل المغرب غنصور لكم فلوغات غنعرفكم على عائلتي، ولكن صراحه جل الاوقات كنت كنكون مجبره ناعسه طايحه والله العظيم. ايوا هادشي اللي كاين. ايوا من بعد لاله جينا تاني لهنايا راكم عارفين جينا كترجعي للروتين ديالك لحياتك الطبيعيه. تاني راك عارفه كتكوني خليتي دارك مده طويله. منين جيت انا من هادي لهادي، والله منين جيت من المغرب باقي ما ارتحيتش. كل مره عندي الشغالات في الدار ما كيساليوش، كل مره خصني نجمع بلاصه. هادشي صراحه هو اللي مغبرني. كل مره كنقول من الاحسن الا درت هاد الاشغال قبل ما نولد غيكون احسن منهم. كنخمم البيوت كنجمع، وطونك عندي دراري صغار راكم عارفين كيكون تو ماتش وورك، راه واخا تعيي تجمعي وتعيي دوزي لاسبيراتور حتى شي حاجه ما كتقضيلك. ايوا البنات اللي كيسولوني واش غنرجع زعما نصور بشكل بحال اللي كنت قبل، ما كنضرش كنمشي عليكم انا ديال المسؤوليات هذا في حياتي، ما كنقدرش نبقى نصور وما كنقدرش نبقى حتى نصور اي حاجه كنبغي. الا بغيت نصور كاينين حوايج كيتصوروا كاينين لا ما نقدرش نصور اللي كان ما نقدرش هذه من وجهه نظري. وكاينين ما شاء الله اللي كيصوروا حياتهم اليوميه والروتين ديالهم، ولا فاش كيكونوا مرض ولا كيكونوا تعبانين. انا هذوك الحوايج ما كنبغيش نصورهم، خاصه فاش كنكون مريضه، فاش كتكون عندي انا واحد الطاقه سلبيه ما كنبغيش نعطيها لكم، لان اكيد راه اي واحد فينا في هذه الغربه راه كيدوز من ظروف، مره المرض كاين مره ما كاينش، لان هذه الغربه
تمشي تنعسي وما تفكري في اي حاجه ما عندناش حدايا. واكيد رايي حنا في الغربه راه غتكون حساسيه. هادشي كنحسو بيه غير حنا، اما الناس اللي في المغرب ومعاهم ناسهم وحبابهم وعائلتهم راه ما كيرفدوش لهم حتى حاجه، يعني اللي ما عندهم السبورت اللي ما عندهم الناس اللي معاهم. ايوا هادشي اللي كاين البنات. صراحه كنحاول نجاوب على الاسئله ديال البنات. اغلب الاسئله راه مسوليني البنات في الانستغرام، ولكن انا قلت ندير فيديو نحطه في اليوتيوب ومنه هكايا يبقى هادشي اللي كاين. وبزاف ديال البنات كيسولوا على بزاف الاسئله، منهم اللي يلاه جاو على سلامتكم واللي منهم يلا حاملات الله يكمل عليهم بالخير. شوفوا راه كلشي كيدوز على خير، الانسان غير يتفائل الخير والله العظيم. تفائل الخير ودير اللي عليك وربي كيكمل بالخير. هادشي اللي كنقول دائما. ايوا البنات، وثاني حاجه باش تكوني راه ماشي سهله والله. ما كتبقايش تناسي، ما غادي نبرس لكم راسكم ماشي كنخلعكم، ولكن هذه هي الحقيقه. كتولي تنظمي وقتك اكثر. عندك بيبي واحد ماشي عندك جوج، عندك جوج ماشي غيكونوا عندك ثلاثه. يعني انا كنتذكر الحمله الاولى ديالي كنت عطيها للنعاس ونتفشش كيما بغيت. زادت الماس الحمد لله. من بعد تاني جات ليان، ديك الساعه كانت عندي الماس كان كيخصني قبلها. يعني صراحه واحد الحلاوه صراحه داكشي ربي بوحدو اللي عارف والله العظيم. زعما راه الام راه نعمه الله يسمح لنا من حق الوالدين يا ربي. راه واخا كتكوني عيانه كتكوني ما عرفتش فين واصله فيك، راه كديري اي حاجه بكل فرح لوليداتك. دابا ان شاء الله تاني قريبه الولاد. كنفكر كيفاش غنماناجي بين البيبي وجوج بنيتات في الدار ما شاء الله الله يحفظهم ليا يا ربي ويحفظ لكم وليداتكم. ولكن كل شيء ان شاء الله غيدوز على خير، كل شيء كنتفائلوا بالخير الحمد لله. واحد السؤال كيسولوني على البنات فين كنتبع البنات. انا كنتبع في ميدستار فرانكلين سكوير، معروف هنايا كاين ويمنز بافيون كاين. سلام بنات، كما قلت لكم سولوني بزاف فين كنتبع في نفس المستشفى اللي كنتبع فيه دائما. البنات اللي كانوا متابعيني في اليوتيوب من 2019 راه كنت كنصور اي فيزيت لهنايا. الحملات الماس كامله غتلقاوها تمايا. هادشي اللي كاين هو نفسه فرانكلين سكوير ويمنز بافيون. هنا صراحه كنرتاح هنا يعني بديت اول مره وما قدرتش نبدل، وصراحه المعامله ديالهم مزيانه. والحاجه اللي كتعجبني هو انني كنتبع مع نفس الطبيبه. الطبيبه هي اللي ولدتني في الماس، ولدتني في بنتي الثانيه، وان شاء الله هاد المره نفس الطبيبه. المهم في موعد الولاده في ليان ما كانتش لان كانت خرجت كونجي، ولكن نفسها اللي متبعه معاها في لي فيزيت كاملين ديجا كتعرفني، كتعرف الحاله ديالي، كتعرف كل شيء عليا. كيف هذه حاجه زوينه. يعني بالنسبه للبنات اللي كانوا حاملات ومتبعين في شي اوبيطال، من الاحسن الا كنتو كترتاحوا لشي طبيبه فاش زعما يوقع الحمل مره اخرى. وهذا منين ترجعوا للوبيطال سولوا على نفس الطبيبه وقولوا يعطيوكم ابوينتمنت معاها. وانا بقوه صراحه فاش كنت حامله في الماس كنت كنرتاح ليها. فاش حملت بنتي الثانيه ليان كنت طلبت نفس الطبيبه. هاد المره ثاني فاش حملت جيت طلبت نفس الطبيبه ولقيتها عامره صراحه وما بغاوش يعطيوها ليا، ولكن قلت لهم والو غتعطيوها ليا ولا غنبدل المستشفى. وداكشي اللي كاين صافي عطاوها ليا. وانا صراحه مرتاحه معاها لان كتعرف كل شيء عليا، عارفه البادي ديالي، عارفه المشاكل الصحيه اللي عندي، اي حاجه معرفها عليا. ما بغيتش نعاود نبدا مع طبيبه واحده اخرى خاصها يلا تعرف عليك، فهمتي ديجا عارفاني كنعرفها. سبحان الله كنرتاح ليها والله العظيم.
ايوا البنات هذا ما كان هادشي اللي تفكرت الاسئله جاوبتكم عليه. المهم اللي عندها شي سؤال تخليه لي في الكومونتير وانا غنجاوبكم، وإلا عجبكم هذا الفيديو ديال الاسئله واجوبه نبقى نديرو لكم مره منها ندردش معكم ومنها نطلع من عندكم. ونتمنى تكونوا على خير البنات. صافي دابا انا كنظن ما بقى عندي حتى شي حاجه اللي نجاوب عليها، ما هادشي اللي تفكرت راه قلته لكم. المهم بقيت صورت شي حاجه اتسوكي، ما بقيتش نشوفكم على خير يا ربي. والله الا باقي فيا النعاس جايه وفيا النعاس زيد عليها ما فطرتش. ايوا صافي هادشي اللي كاين، نمشي ان شاء الله نفطر ونكملوا النهار ديالنا. لكم البنات صافي دابا راجعه بحالي، ساليت الابوينتمنت ديالي. الله على راحه، الله على هوا. صراحه كيعجبني نسق هاد الهوا. المهم البنات دايو معايا بالفكاكه على خير، والله يفك كل وحده يا ربي على خير. هادشي اللي نطلب منكم هو تدعيو معايا بشي وقفه سهله يا ربي، نبقى بنياتي وكل شيء يدوز على خير. سبحان الله فاش كيكونوا عندك الوليدات كتولي رافده الهم اكثر من الولاده الاولى، والله العظيم. سبحان الله. وصافي هاد الولاده كنفكر كيفاش غدوز، ان شاء الله كلشي غيدوز على خير، ديما نتفائلوا خير. ولكن سبحان الله ديما عقلك ماشي معاك، ديما كتفكر غير في وليداتك. هادشي اللي كاين. ايوا دابا نمشي نهز طوموبيلتي ونمشي بحالي. ايوا لالا ما عرفتش وقع في هاد الهاي واي عاوتاني، طرافيك كلشي واقف. Head southeast on Maryland 702 South. Continue on Maryland 702 South for 1.5 miles. Head southeast on I-695 South. Continue on I-695 South for 3 miles. ان شاء الله